السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي قناه ام ريم. اليوم ما شاء الله تحضروا معايا واحد الكاليط زوين خفيف كيجي غزال بزاف. عندي هنا جوج بيضات معاهم قبصه ديال الملح، غادي ندير معاهم معلقه كبيره ديال العسل. هذا العسل هو اللي كيعطي هذاك اللون الذهبي للكاليط، كيجي زوين وكيجي عاطي لون غزال. هذا الكاليط هذا ما كيخمرش، يعني ما دغيا كيوجد. كنخلط مزيان هاد المكونات. غادي ندير عليه عصير ديال الليمون، انا هنا عصره الليمون. غندير كاس كبير ديال عصير الليمون، كيعطي واحد النكهه زوينه. خلط مزيان. غادي نزيد عليه كاس ديال سنيده، غنخلط مزيان باش هاد السنيده هادي تذوب في هاد الخليط. وهنا الزيت كناخد نص كاس ديال الزيت باش ما كتجيش ميدمه، كتجي ناشفه. هنا غادي ناخد الطحين. اول حاجه غادي ندير الكاس الاولاني، لان هذا الخليط خاصو يكون ثقيل. غندير الكاس الاول، وغادي ندير الكاس الثاني، وغادي نخلط حيت كل دقيق وكيفاش داير. كاين اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. المهم انا غادي نخلط مزيان حتى ما كيبانش لينا الدقيق، باش نشوف الخليط كيفاش غادي يكون في الاخر. هنا من بعد ما درت الطحين غادي ندير الشكلاط غير كالا عادي، غنحكو. ولا عندكم هذاك بيكيت الشوكولا يمكن لكم ديروه. انا علاش درتو دابا؟ لان الخليط ثقال شويه. وغنزيد الكاس الثالث ديال الطحين، ما عمرتوش. غنزيد وغادي نخلط هاد المكونات. دابا درنا 3 الكيسان. مع هاد المكونات غندير نص ديال خماره ونص ديال الحلوه. هذا النص يمكن لكم ديروا حتى جوج، غير انا كندير نص وحده باش ما كتجيش عاوتاني يعني منفوخه بزاف. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان. اللي بغى يزرب يمكن يديروا طراب كهربائي كتي مزروبه. دابا غنزيد الكاس الرابع. كما قلت لكم ديروا هاد الخطوات اللي كندير، لان باش تبقاو غاديين في الخليط هو هذاك، ما يقصحش يعني ماشي يقصح بزاف وما يبقاش خفيف. وغادي نزيد هاد الكاس ثاني ديال الدقيق. انا عندي الدقيق ما كيشربش نهائيا السوائل. الخليط هنا بدا كيتقال كما شفتوا، يعني ما بقاش كما الاول. غندخل مزيان هاد الطحين هذا كله اللي باقي. هنا من بعد ما كتقصح العجينه بهذا الشكل هذا كتولي صافي. كناخذ شويه ديال الزيت باش كندهن يدي بالزيت، وكنبقى ناخذ الكويرات على حسب اللي بغيتو نتوما، بغيتوهم صغار اولا كبار صافي. وكندير الشكل دائري باش ما كتلصقش ليه العجينه. كنعاون بالزيت صافي، وكندير هاد الكويرات بحال هكا. وفي الاخر انايا راه خديت شويه ديال الشوكولاط مقرد ولحتو في العجينه صافي، وكنديرها على هذا الشكل هذا. وكنحطها في الصينيه اللي كنكون دهنتها بالزيت. وبطبيعه الحال راكم كتباعدوهم، ما كديروهمش حدا بعضياتهم لانها فيها الخميره باش ما يلصقوش. حطوها هنا احسن باش كتعاون. كنجمعوها باش كتجي دايره مقاده صافي. كنحطها في الصينيه على حسب غدا على حسب هذا الشكل. المهم الطحين راه ديروا نتوما على حسب اللي عندكم، الدقيق اللي عندكم، كل دقيق وكيفاش داير. غتبقاو تزيدوا الدقيق شويه بشويه
انا هنا تقريبا درتي 6 الكيسان ديال العنبه. صافي الفران انا غادي نسخنو مزيان، عاد غادي ندخلها للفران وغادي نقص عليها نديرها على نار متوسطه، ومن بعد ما نخرجها ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي. هنا من بعد ما كنديروهم في الطاوه كناخذ واحد صفر بيضه مع شويه ديال القهوه سريع الذوبان، اولا كديروا الكاكاو. انا هنا درت الكاكاو والمر ودرت معاه واحد القطيرات ديال الخل. كناخذ واحد الشيته بحال هكا وكندهن مزيان باش كنعطيه هذاك اللون الذهبي من الفوق بهذا الشكل هذا. ندهنوه حتى الجوانب، ندهنوه مزيان. راه ما كنخمروهمش، كندخلوهم نيشان الفران. صافي كناخذ واحد الفرشيطه كنعطيها واحد الشكل، لانه الشكل ديال الكاريط راه معروف بهذا الشكل، خطوطه بالطول وبالعرض بهذا الشكل. صافي غادي ندخلها للفران كما قلت لكم اللي كيكون سخون، ومن بعد ما نخرجها نوريكم الشكل النهائي. انا الصراحه عجبتني بالشكل الطول بوحدو بلا ما ندير العرض، عطات شكل زوين. المهم نتوما راه كتبقاو كل واحد كيتفنن في داكشي اللي كيدير. ما توركوش بزاف غير من الفوق. صافي دابا غندخلها للفران ان شاء الله. وانا هنايا قبل ما ندخلها للفران شديت واحد شويه الشكلاط غير الكالا وقطعته بهاد الطريفات هكا صغير، وغادي نحطو من الفوق باش كنزيد نعطيها واحد المذاق اكثر ديال الشوكولا. بالنسبه للامهات اللي كيعطيو لوليداتهم المدرسه كيديو معاهم الكوت ديال المدرسه غادي تعجبهم بزاف، خاصه لانها فيها الشوكولات بهذا الشكل هذا. بغيتو تخليوها كما هي يمكن لكم تخليوها، غير انايا تنبغي كنعطي الشكل الشوكولات بزاف لان بنتي كتحماق على الشوكولات. اي حاجه فيها الشوكولات كتبغيها، الا شافتها بلا الشوكولات ما غاديش تبغي تاخذها نهائيا معاها. صافي وغادي ندخلها دابا للفران. وهذا الشكل النهائي ديال الكاليط كما شفتوا. هذاك الشكلاط كيذوب من الفوق كيعطي واحد الشكل زوين، وكيجي الشكل ديالها بحال دوك الغريبه كتجي بشقه من الفوق، لان انا هنا ما بسطتهاش خليتها يعني كويره كما درتها كما خليتها، يعني ما بسطتهاش باش كيجي الشكل ديالها زوين. والناس اللي كتدي الوليدات ديالها لانش بوكس غادي ينفعكم بزاف هذا الكاليط في لانش بوكس. كنتمنى ينال اعجابكم، والناس اللي يلا دخلوا عندي جداد مرحبا بكم. ما تنساوش دائما دعموني بلايك وابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. شكرا لكم على المتابعه وبصحه والراحه.